كولر يؤكد للاعبي الفريق على ضرورة تحقيق نتيجة جيدة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الهلال وعدم تلقي أهداف في القاهرة حتى لا يصعبون الأمور على أنفسهم في لقاء العودة. تدريبات تخصصية في مران الأهلي تنتظر حراس الفريق للتعامل مع التسديدات بعيدة المدى نظرا لقدرة الهلال السوداني على الاستفادة منها والتسجيل من خلالها كثيرا. الهلال السوداني يراهن بشكل كبير على قدرة حارسه المميز عيسى فوفانا على الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي في القاهرة، ويأمل في نجاح لاعبي الخط الأمامي في خطف هدف على الأقل في القاهرة. كولر يحصل من جهازه المعاون على تقرير مفصل عن آخر تجارب الهلال السوداني الودية أمام النجم الساحلي لوضع يده على كل كبيرة وصغيرة في المنافس قبل مواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال. حمادة صدق المدير الفني لنادي الزد يوافق على مواجهة الأهلي وديا غدا، ومحمد شوقي يتفق معه على ضرورة الحفاظ على النجوم من الإصابات والابتعاد عن الخشونة الزائدة خوفا من فقدان أي عنصر أساسي قبل مواجهة الهلال السوداني. كولر يرفض فكرة إذاعة مباراة الأهلي الودية أمام زد ويفضل إقامتها بعيدا عن الأضواء لرغبته في تجربة العديد من الأمور التي من الممكن أن يعتمد عليها أمام الهلال. طاهر محمد طاهر يخضع لبرنامج بدني خاص في العشر أيام القادمة بعد تعافيه من الإصابة للوصول لأفضل مرحلة من الجاهزية، والجهاز الفني يتفق مع اللاعب على إعادته للمشاركة مع الفريق تدريجيا بعد الوصول للفورمة. الأهلي يفحص ياسر إبراهيم اليوم للإطمئنان على اللاعب بشكل أكبر بعد شعوره ببعض الآلام البسيطة في مواجهة طلائع الجيش. خالد الغندور يتهم كولر بحرق مواهب الأهلي وإظهارهم أمام الجماهير بشكل سيء بقراره بلعب مباراة طلائع الجيش بفريق 2005 بالكامل رغم فارق الخبرات الكبير. رغم رفض والد اللاعب الجلوس معهم مجددا وتأكيده لبعض الصحفيين أن نجله لن يستمر مع الزمالك في ظل وجود المجلس الحالي بسبب كمية التسريبات التي حدثت، وكذلك توجيه الجماهير لمهاجمته هو ونجله. ميدو وحسين لبيب يتوسلون لكل رجال الأعمال الزملكاوية لجمع أكبر مقابل مادي ممكن لعرضه على زيزو ووالده للتوقيع لنادي الزمالك والتراجع عن خطوة الرحيل للأهلي، خصوصا أنها ستكون وصمة عار في تاريخهم لو حدثت، وستكون بمثابة شهادة وفاة للمجلس الحالي. وميدو يعد بعض نجوم النادي السابقين المقربين منه بعدم السماح بانتقال اللاعب للأهلي ومحاولة تعطيل الأمر بأي طريقة كانت، وأنه يعمل حاليا على تقريب وجهات النظر بين والد زيزو وممدوح عباس وإزالة الخلاف بينهم لكي يعود الأخير للمفاوضات مجددا. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يكلف محمد شوقي بتعديل وتمديد عقود كريم الدبيس ومحمد عبد الله ثنائي الفريق الشاب بعدما أصبحوا عناصر أساسية في الفريق الأول. نادي الخليج السعودي يخطر محمد شريف بشكل رسمي برحيله عن الفريق نهاية الموسم لتحفظ الجهاز الفني على فكرة التجديد له. سمير محمد يقترب من الرحيل عن الأهلي في الصيف بعد المستوى الهزيل الذي قدمه في المباريات الأخيرة وفشله في استغلال الفرص التي حصل عليها. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يدرس جديا دمج كل فرق قطاع الناشئين في فريقين فقط ابتداء من الموسم المقبل وتسريح العديد من اللاعبين الغير مؤهلين للتصعيد مستقبلا للفريق الأول، خصوصا بعد المستوى السيء الذي ظهروا عليه مؤخرا وعدم تصعيد أي مواهب حقيقية للفريق الأول. بشير التابع لاعب نادي الزمالك السابق يؤكد أن زيزو قادر على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي حال انضمامه للفريق الأحمر الصيف القادم، وقادر على أن يكون رقم واحد في الفريق، ويلوم على مجلس حسين لبيب وميدو بسبب الفشل الذريع في التجديد للاعب، ويؤكد أن هذه الإدارة الحل الوحيد أمامها لاستعادة ثقة الجماهير مجددا هو الإبقاء على اللاعب ومنع انتقاله للأهلي. وليد عبد اللطيف نجم الزمالك السابق يؤكد أن رحيل زيزو عن الزمالك سيمثل خسارة فنية فادحة نظرا لكونه لاعب مميز وواحد من أهم العناصر في الفريق الأبيض، بل يعد النجم الأول لنادي الزمالك. ويؤكد أنه لا يصدق الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول توقيعه للنادي الأهلي، خصوصا أنه لو حدث ذلك من الصعب أن يخبي أي طرف هذا الأمر، خصوصا في ظل عصر السوشيال ميديا، وأنه يثق تماما أن زيزو متمسك بالزمالك حتى الآن، لكنه يحتاج إلى تقديره بشكل جيد من نادي الزمالك ومجلس إدارته، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ويؤكد أيضا أنه لو رحل اللاعب الزمالك لن يغلق أبوابه ولن يقف عليه، لكن في نفس الوقت زيزو ليس له بديل بنفس كفاءته داخل الفريق وداخل مصر بشكل عام، مما يجعل مسألة تعويضه معقدة من الناحية الفنية. أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق يؤكد أنه من المستحيل أن يوافق الأهلي على منح زيزو الأرقام الذي يطلبها من نادي الزمالك ويضرب استقرار غرف الملابس، وأنه متأكد أنه لو انضم زيزو للأهلي سيحصل على نفس راتب الفئة الأولى من عقود اللاعبين في الفريق الأحمر، وما قد يدفع اللاعب للموافقة على الحصول على هذه الأرقام في ظل عرض الزمالك عليه أرقام أكبر بكثير هو الاستقرار المالي الذي يعيشه النادي الأهلي، وتأكد اللاعب من حصوله على راتبه في الموعد المحدد، وهو الأمر الغير متوفر في نادي الزمالك.
ويؤكد أيضا أن زيزو لاعب منضبط ويليق بالأهلي تماما ولاعب مفيد جدا من الناحية الفنية وقادر على تقديم إضافة حقيقية للفريق الأحمر، وانضمامه للأهلي من الزمالك مباشرة سيحدث هزة كبيرة للفريق الأبيض. الزمالك يجدد ثقته في بيسيرو ويرفض محاسبته على نتائج الفريق في بطولة كأس الرابطة. أحمد بلال نجم الأهلي السابق، زيزو لا يوجد له مكان في الأهلي الموسم المقبل في ظل تواجد تريزيجيه وأشرف بن شرقي، وهذا ليس تقليل من إمكانيات اللاعب، فهو لاعب كبير وأي نادي يتمنى ضمه، ولكن في حال توظيف زيزو في مركز الجناح في الأهلي سيتواجد على مقاعد البدلاء ولن يكون له فائدة، فمن الصعب أن يلعب على حساب تريزيجيه أو أشرف بن شرقي. ولكن لو تم توظيفه في مركز 8 من الممكن أن يلعب بجوار إمام ومروان عطية، لأن من الصعب تواجده في مركز الجناح في ظل تواجد تريزيجيه وبن شرقي والشحات وطاهر وعبد القادر الذي سيعود من الإعارة. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي: لم أفهم الطريقة التي تعامل بها الأهلي مع كأس الرابطة. أي تجربة يجب أن تحمل أهداف واضحة المعالم، وهذه البطولة عادة ما تكون فرصة لتحضير اللاعبين الغير دوليين والعائدين من الإصابات، لكن الأهلي لم يحقق تلك الأهداف بالشكل المطلوب. المشاركة لم تكن واضحة المعالم، وكان من المفترض أن يشارك عدد أكبر من اللاعبين من أجل تحقيق الفائدة والفوز باللقب، لكن يبدو أن الهدف كان فقط تفادي العقوبات المالية حل الانسحاب، وهذا ليس مناسب للنادي الأهلي. الأداء الذي قدمه اللاعب الشاب حسام عادل يظهر أنه لديه إمكانيات واعدة، لكن الفرصة كانت متاحة لإشراك عدد أكبر من اللاعبين لتجهيز الفريق الأول بشكل أفضل. كان من الممكن ألا يتم الفوز باللقب، لكن على الأقل كان من المفترض الاستفادة من البطولة. ولا أفهم وجهة نظر مارسيل كولر، لكن كأس الرابطة كانت فرصة رائعة لإشراك البدلاء والعائدين من الإصابة. إمام عاشور لا يوجد لاعب بنفس إمكانياته ولا قدراته في الدوري المصري. إمام من وجهة نظري هو أفضل لاعب في مصر، ويأتي بعده إبراهيم عادل جناح بيراميدز والمنتخب الوطني، ويأتي في المركز الثالث أحمد سيد زيزو. في حال تلقي الأهلي عرض مادي كبير لبيع وسام أبو علي، أرى أنه لا مانع من رحيله في ظل تألق جراديشار بشكل كبير الفترة الأخيرة. الأهلي والزمالك لا يشاركون في كأس عاصمة مصر من أجل التتويج باللقب، ولكن المشاركة لتجربة اللاعبين فقط وتجنب العقوبات. والأهلي لم يحقق أي شيء إيجابي من مشاركة الناشئين في مباراة طلائع الجيش، وكان من الوارد تألق لاعب ما ويكون مكسب البطولة، لكن هذا لم يحدث. الأهلي يستطيع الانسحاب من الدوري المصري ولا أحد يستطيع أن يطبق عليه اللائحة بنزوله درجة تانية، ولكن الأهلي لديه التزامات مع الرعاة، وفي حال اتخاذ قرار الانسحاب على الأهلي أن يتحمل تبعياته، خصوصا أن خسائر الأهلي في هذه الحالة قد تصل إلى مليار جنيه. أداء منتخب مصر أمام أثيوبيا لم يكن أفضل شيء، وقوام المنتخب المصري والأسماء الموجودة حاليا يقول أن الأداء يجب أن يكون أفضل من ذلك. اتحاد الكرة استغنى عن البرتغالي كارلوس كروش سابقا بعد خسارة بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال وعدم التأهل لكأس العالم، فهل الاتحاد المصري لكرة القدم سيقوم بإقالة حسام حسن أيضا في حال عدم التتويج بكأس الأمم في المغرب؟ وهل هو عامل حسابه على كده؟ أسئلة مهمة يجب طرحها.